السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي المتابعين الأوفياء. اليوم رجعنا لكم فيديو خاص وغادي نحطو فيه المجهر على واحد من المشاريع الرياضية اللي كتطور بسرعة كبيرة في العاصمة الرباط، اللي هو ملعب البريد الجديد، أو كما كيسميه البعض التحفة اللي غادي تكون وسط حي الرياض بمدينة الرباط. خليكم معنا باش نتعرفوا على التفاصيل كاملة من الطاقة الاستيعابية، موقع المشروع، الشركة المنفذة للمشروع، آخر تقدم الأشغال والتقنيات الحديثة والجديدة اللي غادي يتم اعتمادها في هذا المشروع هذا. أول حاجة خاصنا نعرفوها هو فين كيتواجد ملعب البريد. هذا المشروع الضخم كاين في حي الرياض، أحد أرقى الأحياء في العاصمة الرباط، وبالضبط بالقرب من المركب الرياضي مولاي عبد الله ووزارة التجهيز والنقل وحي الوزارات، يعني جا في موقع استراتيجي بزاف، قريب من الطرق الرئيسية ومن وسائل النقل. وهذا كيعني سهولة وصول الجماهير سواء من الرباط أو حتى من المدن المجاورة بحال تمارا وسلا. البريد على حسب الطاقة الاستيعابية والتصميم ملعب بريد ماشي ملعب عادي، المشروع مبرمج يكون بطاقة استيعابية كتقارب ل20,000 متفرج، وهذا الرقم كيخليه من الملاعب المتوسطة لكن من الملاعب أيضا المهمة، خصوصا أنه غادي يكون خاص بالتكوين واحتضان المباريات المحلية والدولية الصغرى. التصميم ديالو حديث جدا، يعني طريقة جديدة كيتبع الطابع الأوروبي بمدرجات قريبة من أرضية الملاعب، ما داروش فيه المضمار ديال ألعاب القوى، وهذا الشيء غادي يعطي إحساس قوي بالتشجيع والضغط على الخصم بحال الملاعب ديال إنجلترا بالضبط. كذلك غادي توفر على شاشات داخلية، مقاعد مريحة ومرافق مخصصة للصحافة، الحكام والفرق والمستودعات الشركة اللي تكلفت بهذا المشروع هذا هي شركة البناء المعروفة تي جي سي سي، اللي كتعتبر واحدة من أكبر الشركات في المغرب في مجال الأشغال الكبرى، وهي نفس الشركة اللي كتسهر على أوراش ضخمة بحال ملعب مولاي عبد الله وملعب الحسن الثاني بفاس. بفضل التجربة الكبيرة ديالها كتضمن سرعة الإنجاز مع الجودة، وفعلا من خلال الوتيرة الحالية كيبان أن الأمور غادية في المسار الصحيح. بالنسبة لتقدم الأشغال في ملعب البريد وصلت لمرحلة جد متقدمة. الهيكل الحديدي ديال المدرجات اكتمل بنسبة كبيرة، المدرجات بدات كتاخذ الشكل ديالها النهائي، والاشغال الجانبيه بحال قنوات الصرف الصحي والمرافق ديال البنيه التحتيه بدات. تم مشروع تجهيز الاساسيات ديال السقف تمهيدا لتغليف الجزء العلوي ان شاء الله قريبا، وبحسب اخر التقديرات فالاشغال تجاوزت يعني النسبه ديال الانجاز 65%، ومن المرتقب يعني يتم تسليم المشروع نهاية 2025 إن شاء الله، ولا بداية 2026 كحد. بالنسبة لأهمية المشروع تقنيا ورياضيا، ملعب بريد ماشي غير ملعب للفرجة، بل غادي يكون مركز متكامل للتكوين الرياضي، غادي توفر على ملاعب تدريب جانبية ومركز رياضي خاص بتقوية العضلات ومصحة رياضية صغيرة وقاعات تحليل فيديو وأداء اللاعبين. هادشي كيعني أنه مشروع موجه بالأساس لتطوير الأندية واللاعبين الشباب، وكيواكب رؤية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير القاعدة الكروية. كما أنه غادي يكون ملعب بديل مثالي خلال الاستعدادات لكأس إفريقيا وكأس العالم 2030. يعني سيرتو إلى احتاج المنتخب والفرق الوطنية لملاعب إضافية للتدريب. إذا كما شفتوا ملعب بريد كيتحول اليوم من مشروع بسيط لمركز رياضي عصري بمواصفات عالية. الرباط غادي تولي عندها بنية تحتية رياضية خرافية بين ملعب مولاي عبد الله، ملعب أولمبي وملعب البريد اللي غادي يلعب دور مهم مستقبلا. شنو رأيكم في هذا المشروع؟ واش كتشوفوه غادي يعزز من المكانة ديال الرياضة رياضيا؟ خليو لينا آراءكم في التعليقات، وما الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد أولا بأول إن شاء الله. كان معكم خوكم رشيد، في أمان الله.